ارحب فيك عبر السعوديه الرياضيه. في الشوط الاول ما الذي حدث الفريق الفتحاوي؟ تمريرات خاطئه على مستوى الخط الدفاعي، كانت هناك هجمات خطيره للفريق الريداوي. هل هي عدم جديه نقول بان نقص الفريق الريداوي ام ماذا؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. أهم شيء شو اسمه حافظنا على النتيجة الحمد لله. 3 نقاط مهمة، وإن شاء الله المباريات الجاية أحسن. ما الذي حدث في الشوط الاول؟ الشوط الأول زي ما قلت يمكن راجعين من بعد توقف الدوري شهر كامل. تعرف بعض الباصات الخاطئة شيء طبيعي يعني. جميل. في الشوط الثاني ربما بعض الامور تغيرت. ابرز التعليمات اللي ذكر لكم المدرب؟ بالعكس الشوط الثاني كلمنا الكابتن فتح الجبال اننا نهاجم اكثر، وخصوصا اننا كنا مهزومين 1-0 الشوط الاول، وكثفنا ان نتقدم اكثر قدام ونسجل اكثر. استقطابات على مستوى الدفاع بالنسبه من قبل اداره نادي الفتح، حسام عاشور وعبدو برناوي، هل هو قصور في الدفاع المتواجد الان؟ لا والله بالعكس، الكابتن عبد البرناوي والكابتن اسامه عاشور لعيبه كبار ما يحتاج يعني. بالعكس يعني زي ما قلت يعني ما في احتياط للفريق للدفاع. شاهدناكم اليوم بالفعل، يعني ذهبت الظهير اليسار وشادي وهشاش يرجع. اي مثل ما قلت، مثل ما شاف المشاهد انه زي ما قلت لك ما في دفاع احتياط. شكرا لك كابتن، يعطيك شكرا العافيه. لك. من الكابتن بدر النخلي للكابتن وليد جزاني مع زميلي عبد الرحمن العابسي. عبد الرحمن تفضل. شكرا لك زميلي راشد.